الاخوان، انا كنتكلم معكم في زمان ديال 2025. واش عرفتوا هذه المهزله فين كتواجد؟ هذه راه في المنطقه الشماليه، ومازال الناس كيعمروا الماء بالحمير، وانتم شفتوا الحاله. هذا الدوار سميتو الرفايف اللي كيتواجد يعني بجماعه الحد الغربيه بعمالات طنجه. هاد الدوار هذا جا بين الاربعه العياشه وبين الحد الغربيه وبين مدينه اصيله وبين سيد اليماني، فهمتي؟ يعني جا محيط وقريب للحضاره. وفين هي الحضاره؟ قال لك هننظموا كاس العالم 2030. كاس العالم. الدوار سميتو الرفايف، حالته حاله. مازال الناس كيعيشوا هذيك الحياه ديال كيف ما كتقولوا العصر الحجري. الناس باقيين كيعمروا بالحمير الماء. الناس باقيين ما عندي ما نقول، ما عندي ما. انا كنتكلم معكم الاخوان في الزمان ديال 2025، الزمان التقدم، الزمان العلم والتليفون والمواصلات، التكنولوجيا والتقدم، حقوق المرأة، حقوق الانسان. انا ما جيتكمش من السبعينات ولا الخمسينات. انا كنتكلم معكم اخوتي والله العظيم حتى صادق، كنتكلم معكم في الزمان ديال 2025، وحنا راه مقبلين على 2030 باش نديروا كاس العالم. وهذا واحد الدوار اللي السميه ديالو الرفايف. الناس ما عندهمش الماء، والناس ما عندهمش الماء. وهذا الدوار هذا يعني كيتواجد في القلب ديال الشمال، دايره به الحد الغربيه، الجماعه ديالو هي الحد الغربيه، العماله طنجه، اصيله، كاين سيد اليماني، الاربعه عياشه. ولكن الماء ما عندهمش هاد الناس في المنطقه الشماليه في الزمان 2025. الله تعيب، الله تحشومه. مازال عندكم المراه كتمشي تعمر الماء بالحمار. صدعتوا المسامع ديالنا، المراه المراه المراه. انتم الشغل ديالكم في المراه هي تمشي للبحر بدوبياس وتخرج مفضحه. هذا هي الغايه ديالكم. دوخونا شي عقنا بكم. وكنتوا اهميه ديالكم في المراه ما تخليوش المراه في هاد الشموشات وهاد الحراره تجي تعمر الماء وتشد النوبه، والمراه عندكم كتولدها في الارض في السبيطارات ديالكم.